السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي أبطال مس عايدة، أبطال الصف الثالث الإعدادي. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنحل مع بعض تدريبات الدرس الرابع في التاريخ، درس الصراع العربي الإسرائيلي، صفحة 219 في كتاب الامتحان. ونقول مع بعض أول سؤال: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. تأكدت الدعوة لمبدأ الأرض مقابل السلام بين العرب وإسرائيل من خلال مؤتمر، طبعا مؤتمر مدريد. حدثت مفاوضات فلسطينية إسرائيلية بعد مؤتمر مدريد 1991 برعاية أمريكية. ظهر التفكير للبدء بمفاوضات للحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال طبعا معاهدة السلام، لأن ده كان نص من نصوصها. تم توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 في مدينة واشنطن. تعد أولى خطوات السلام في المنطقة العربية بعد حرب أكتوبر بدعوة من طبعا مصر. أما ثاني خطوات السعي إلى حل الصراع العربي الإسرائيلي بعد حرب أكتوبر كانت على يد طبعا الولايات المتحدة. تعد النواة الأساسية لتحقيق السلام وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي الأساسية كانت زيارة الرئيس السادات، هو اللي بدأ بكده. استطاعت مصر استرداد معظم سيناء عن طريق معظمها طبعا كان عن طريق المعاهدات. أكمل العبارات التالية بالكلمات المناسبة. تم عقد مؤتمر كامب ديفيد 1978 برعاية أمريكية. تم رفع العلم المصري عام 1982 فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها ما عدا طابة. عقد مؤتمر إيه في أسبانيا؟ مؤتمر مدريد. اكتب كلمة صواب أو كلمة خطأ مع التصويب. استعادت مصر طابة من إسرائيل عن طريق مجلس الأمن. هي المفروض هتبقى هنقولها غلط، والتصويب هنشيل مجلس الأمن ونحط هيئة التحكيم الدولي. دعت مبادرة الرئيس السادات إلى السلام العادل لكل شعوب المنطقة. صح. تغيرت السياسة المصرية نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي عقب مؤتمر كامب ديفيد 1978. غلط. هيبقى تغيرت السياسة بعد حرب أكتوبر 1973. كانت معاهدات السلام بين مصر وإسرائيل بمشاركة ورعاية أسبانيا. غلط، هنشيل أسبانيا ونحط الولايات المتحدة. تحقق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من سيناء في 25 إبريل 1982. غلط، هنضيف في الآخر كده ونقول ما عدا طابة. تم وضع النواة الأساسية لإطار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في مؤتمر كامب ديفيد. صح، كانت هي البداية. الأرض مقابل السلام مبدأ دعا إليه مؤتمر كامب ديفيد. غلط، هنشيل مؤتمر كامب ديفيد ونحط مؤتمر مدريد للسلام 1991. عقد مؤتمر مدريد للسلام برعاية كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. صح. عقدت اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير. صح. من مزايا السلام دفع عجلة التنمية. صح. اتخذت اتفاقية أوسلو الشكل الرسمي والإطار القانوني في دولة الولايات المتحدة. صح. عارضت مصر اتفاقية أوسلو. لا طبعا، هنشيل عارضت ونقول أيدت. ترتب على اتفاقية أوسلو مفاوضات سرية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. دي كانت من نتائج، ماشي المفروض غلط، هنشيل اتفاقية أوسلو، ودي كانت من نتائج مؤتمر مدريد للسلام. من هو؟ دعا مصر وإسرائيل لعقد مؤتمر كامب ديفيد للسلام. ده كان الرئيس الأمريكي كارتر.
عقد معاهدة السلام مع إسرائيل الرئيس محمد أنور السادات. عادت في عهده طابة، ده كان طبعا محمد حسني مبارك، الرئيس محمد حسني مبارك. كبرت لكم الشاشة عشان تقدروا تشوفوا الإجابة بصورة أوضح. طبعا زي ما انتوا عارفين ان الأسئلة دي بتاخد وقت في الكتابة، فأنا حلها لكم عشان مدة الفيديو ما تبقاش طويلة وتقدروا تكتبوا براحتكم. نقول بقى بما تفسر زيارة الرئيس السادات لإسرائيل. 1. لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي سلميا، حيث نادى بالسلام العادل لكل شعوب المنطقة. 2. تطلعه لتحقيق السلام الدائم بعد سلسلة من الحروب استنزفت طاقات وموارد البلاد المادية والبشرية. 2. عقد معاهدة السلام أو عقد مؤتمر للسلام في مدريد بأسبانيا 1991 لحل الصراع العربي الإسرائيلي على أساس الأرض مقابل السلام على ضوء قرارات الأمم المتحدة. ما النتائج التي ترتبت على مبادرة الرئيس السادات لإسرائيل عام 1977؟ أدى ذلك إلى تمهيد الطريق أمام إسرائيل لقبول مبدأ التفاوض مع الأطراف المعنية بحل الصراع العربي الإسرائيلي. 2. توقيع معاهدة السلام أدى ذلك إلى رفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء في 25 إبريل 1982 بعد استعادتها من المحتل الإسرائيلي ما عدا طابة على رأس خليج العقبة. 3. قرار التحكيم الدولي الصادر في سبتمبر 88 أدى ذلك إلى عودة طابة للسيادة المصرية في مارس 1989. عقد مؤتمر مدريد للسلام 1991 ترتب على ذلك حدوث مفاوضات سرية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، والتي أسفرت عن توقيع اتفاقية أوسلو. 5. اختيار السلام كبديل للحرب لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بالنسبة للتنمية والسياحة. هو عايز نقطتين هنقولهم في نتائج الصراع مزايا تحقيق السلام، بس طبعا مفيش مكان نكتبها، هنشوفها في الكتاب مع بعض. هنقول 1. الاستقرار الداخلي للبلاد العربية. 2. دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإصلاح البنية الأساسية للبلاد. 3. تشجيع رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار في مصر وغيرها. 4. تنشيط حركة السياحة مما يؤدي إلى زيادة الدخل وتوفير العمولات. وآخر حاجة رقم 5. إقامة المشروعات الوطنية وتحقيق التنمية في مصر بشكل خاص والمنطقة العربية بشكل عام. ماذا كان يحدث إذا فشل مؤتمر كامب ديفيد في سبتمبر 1978؟ لن يتم التوصل إلى إطار اتفاق للسلام بين مصر وإسرائيل. 2. لم يتم توقيع معاهدة السلام. لن يتم استعادة سيناء من المحتل الإسرائيلي، ولم يتم رفع العلم عليها في 25 إبريل 1982. لو رفضت إسرائيل تنفيذ قرار محكمة العدل لم يتم عودة طابة للسيادة المصرية، وسيتم اللجوء لاستخدام القوى العسكرية. ما رأيك فيه؟ 1. مبادرة الرئيس السادات بالذهاب إلى إسرائيل من أجل السلام. هنقول طبعا أوافق، وبتقول ليه؟ لأنه كان خطوة في تحقيق السلام، حيث نادى بالسلام العادل لكل شعوب المنطقة والتطلع للسلام الدائم بعد سلسلة من الحروب التي استنزفت طاقات وموارد البلاد المادية والبشرية. دي اللي احنا قايلينها أسباب زيارة الرئيس السادات في السؤال بتاع بما تفسر. أول واحد. 2. بنود معاهدة السلام. هنقول أوافق، لأن نصوص معاهدة السلام كانت تهدف لتحقيق السلام التي نصت على، وهنقول بقى مع بعض نشوفها في الكتاب، نصوص معاهدة السلام. بعد ما هنكمل ده يبقى هنقول أوافق لأن نصوص معاهدة السلام كانت تهدف لتحقيق السلام والتي نصت على. شوف بقى النصوص. 1. انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء. 2. إنهاء حالة الحرب بين إسرائيل ومصر وحل المنازعات بالطرق السلمية. 3. احترام كل طرف
لسيادة واستقلال الطرف الآخر. 4 إقامة علاقات ودية بين الدولتين. 5 إقامة مناطق محدودة السلاح. 6 احترام حرية الملاحة في الممرات الدولية. 7 البدء بمفاوضات لإنشاء حكم ذاتي للفلسطينيين. 8 التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 242. 3 تأييد ومساندة مصر لحقوق الشعب الفلسطيني بعد حرب 1973. أوافق لأن مصر كانت دائما تدعو لتحرير الأراضي الفلسطينية. مصر اتكلمت امتى بقى عن مشكلة فلسطين؟ رقم 1 من خلال بقى تأييد اتفاقية أوسلو. 2 تأييد ما حدث من اتفاقيات أخرى تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي وإقامة سلطة فلسطينية. 9 ما موقف مصر من مؤتمر مدريد. هنقول حيث شاركت مصر بفاعلية بمؤتمر مدريد لحل الصراع العربي الإسرائيلي. قارن بين أهم نصوص قرار مجلس الأمن رقم 242 وأهم نصوص معاهدة السلام. طبعا نصوص معاهدة السلام أنا لسه قايلاها في السؤال بتاع ما رأيك رقم 2. تمام، هقول لكم بس دلوقتي نصوص مجلس الأمن. قرار مجلس الأمن رقم 242 ده موجود عندنا في كتاب الامتحان ده بعد العدوان الإسرائيلي صفحة 185. شوف نصوصه. 1 إنهاء حالة الحرب بين إسرائيل والعرب. 2 احترام سيادة دول المنطقة على أراضيها. 3 حرية الملاحة في الممرات الدولية. 4 إنشاء مناطق منزوعة السلاح. 5 انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967. 2 مؤتمر كامب ديفيد ومؤتمر مدريد للسلام من حيث الدول المستضيفة والنتائج. أول حاجة مؤتمر كامب ديفيد، الدول اللي استضافت المؤتمر ده كانت الولايات المتحدة. النتائج بتاعته التوصل إلى إطار اتفاق للسلام بين مصر وإسرائيل. مؤتمر مدريد للسلام الدول المستضيفة كانت أسبانيا، والنتائج بتاعته حدوث مفاوضات سرية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وتوقيع اتفاقية أوسلو في سبتمبر 1993. أيد بالأدلة التاريخية صحة كل عبارة. تعتبر زيارة الرئيس السادات لإسرائيل حدثا مهم. الدليل اللي هي المفروض النتائج بتاعتها حيث مهدت الطريق أمام إسرائيل لقبول مبدأ التفاوض مع الأطراف المعنية بقضية الصراع العربي الإسرائيلي. 2 لعبت الولايات المتحدة الأمريكية دورا في تحقيق السلام بين مصر وإسرائيل. 1 حيث دعا الرئيس الأمريكي كارتر كلا من الرئيس المصري ورئيس وزراء إسرائيل لعقد اجتماعات في كامب ديفيد. دي كانت أول مرة. تاني مرة موجودة فوق تم توقيع معاهدة للسلام بين مصر وإسرائيل بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة. 3 التزمت مصر وإسرائيل بحل المنازعات بالطرق السلمية بعد عام 1982 حيث لجأ الطرفان إلى التحكيم الدولي لحل مشكلة طابة. 4 اختيار السلام بين الأمم بدلا من الحروب يعود بالنفع لحل 4 اختيار السلام بين الأمم بدلا من الحروب يعود بالنفع الاقتصادي على الشعوب. دي مزايا تحقيق السلام احنا قايلينها في آخر سؤال في النتائج في الصفحة اللي قبل دي على طول. الرئيس الأمريكي كارتر ومؤتمر كامب ديفيد إجابتها تبقى هي النقطة اللي عندنا دي. هنقول حيث دعا الرئيس الأمريكي كارتر كلا من الرئيس المصري ورئيس وزراء إسرائيل لعقد اجتماعات في كامب ديفيد. 2 قرار مجلس الأمن رقم 242 ومعاهدة السلام حيث كان من نصوص معاهدة السلام 1979 التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 242. حدد تقييمك لمصداقية العبارة. استخدمت مصر عدة وسائل لاستعادة أراضيها المحتلة من إسرائيل. مصر عشان تستعيد أراضيها كان في عندنا 3 طرق. أول حاجة رقم 1 حيث لجأت إلى القوة العسكرية في حرب أكتوبر. 2 الطرق السلمية بعقد معاهدة السلام. رقم 2 التزمت مصر بالطرق القانونية لاستعادة أراضيها كاملة بعقد
التزمت مصر بالطرق القانونية لاستعادة أرضها كاملة بعد عقد معاهدة السلام. طبعا عودة سيناء ما عدا طابة، فهنقول طبعا عبارة صادقة، حيث لجأت الهيئة هنقول عبارة صادقة حيث لجأت لهيئة التحكيم الدولي لحل مشكلة طابة، مما أدى إلى عودتها إلى السيادة المصرية. رتب الأحداث التاريخية الآتية: 1. هتكون مبادرة الرئيس السادات لإسرائيل. بعد كده مؤتمر كامب ديفيد. 3. معاهدة السلام. 4. استعادة طابة. 5. عقد مؤتمر مدريد. 6. اتفاقية أوسلو. نيجي بقى لأسئلة التميز. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. في ضوء النص المقابل اللي هو الأرض مقابل السلام، أن الأراضي المقصودة التي استولت عليها إسرائيل كانت من نتائج، طبعا الأراضي اللي استولت عليها إسرائيل كانت عندنا من نتائج عدوان 5 يونيو اللي هو العدوان الإسرائيلي. تمكنت مصر في مارس 1989 من السيطرة الكاملة على الشريط الساحلي. طبعا عندنا خليج العقبة يبقى الساحل الغربي ناحية سيناء، الناحية دي جزء من الناحية دي. تمثل الصورة اللي قدامنا ده طبعا كان توقيع معاهدة السلام. إحدى مراحل عملية السلام. حدد وجه الارتباط بين الحدث اللي هو بين معاهدة السلام وقرار مجلس الأمن. طبعا احنا قلنا في إجابة تانية أهو موجود قدامنا في السؤال بتاع حدد العلاقة، وهنقوله تاني. هنقول حيث نصت معاهدة السلام على التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 242. تمثل الصورة المقابلة إحدى خطوات مصر لوضع استراتيجية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي. وضح ملامح هذه الاستراتيجية. طبعا دي كانت زيارة الرئيس السادات، فهنقول بقى تمثل مبادرة لحل وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. تفسر استحق الرئيس السادات لقب رجل الحرب والسلام. طبعا عندنا جزئيتين: رجل الحرب ليه ورجل السلام ليه. هنقول رجل الحرب لأنه انتصر في حرب أكتوبر 1973. رجل السلام لأنه عقد اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1979. دلل تاريخيا على صحة العبارة الآتية: لم تسعى مصر أبدا لتحقيق السلام منفردا مع إسرائيل. ما كانتش بتدور على نفسها أبدا، لأن بقى هنقول إيه؟ حيث نصت معاهدة السلام على البدء في مفاوضات الحكم الذاتي للفلسطينيين. آخر حاجة معانا: حدد وجه الشبه بين اتفاقية أوسلو واتفاقية السلام. هنقول التشابه ما بينهم من حيث 3 نقط: 1. كل منهما كان بعد مؤتمرات سابقة. 2. كل منهم تم برعاية أمريكية. 3. كان هدف كل منهما حل الصراع العربي الإسرائيلي.